ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المكرونه البشاميل على طريقه امي. طريقه بسيطه وسهله وسريعه، وطريقه ان شاء الله لو جربتوها مش هتندموا ان انتوا عملتوها. طريقه جوسي وجميله هتطلع منكم المكرونه البشاميل سايحه ودايبه دوب. هتشوفوها دلوقتي معاكم. بس اللي اول مره يتابعني ويشوفني يا ريت يشجعني ويعمل لي لايك وسبسكرايب. وتعالوا نشوف انا عملتها ازاي. شايفين اصلا المكرونه طالعه عامله ازاي؟ بالذمة في جمال كده. والله العظيم انا ما قدرت استنى عليها لما تبرد، وقطعتها وهي لسه طالعه حالا من الفرن. طلعت بالشكل ده كده. طبعا من كتر البشاميل اللي كان فيها كانت طعمها فظيع. تعالوا بقى يلا نبدأ مع بعض الطريقة ونشوف عملناها ازاي ومكوناتها ايه وطريقتها كانت معانا ازاي. معانا هنا نص كيلو لحمة مفروم. دي كانت لحمة بقري على ضاني. انت ليكي الحرية، حباها ضاني ماشي، حباها بقري ماشي، المتاح قدامك استعمليه. طبعا انا نزلت الحلة كانت سخنة عشان اللحمة ما تنزلش المية بتاعتها. تمام. هنسيبها فيها حوالي 5 دقايق او 6 دقايق بالشكل ده كده، لغاية ما تبتدي تفك مننا وهنبتدي نقلبها. هنا طبعا اللحمه كانت عباره عن كتله، يعني مسكت قوي مع بعضها، فانا حاولت افكها بالمعلقه الخشب. معلقه خشب ممكن تفكي بيها، او الهراسه بتاعه البطاطس ممكن برضو تفك معانا، بتبقى سهله جدا بالشكل ده. انا فكيتها بالمعلقه الخشب بالشكل ده كده. تمام. هبتدي بقى انزل عليها ببصل كبيره مبشوره، بس مش مبشوره ناعم، بشر وسط، ممكن تقطعيها على ايدك عادي. وهنقلبها فيها وهنسيبها على نار متوسطة لغاية ما تشرب ميتها خالص وتنشف من اي مية نزلت منها. كده خلاص هي بدأت تشرب المية بتاعتها او شربتها اصلا خلاص، وبدأت تبقى جاهزة. يا دوبك بقى هنحط التوابل بتاعتنا ونشوف التوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها للحمه المفرومه ايه. انا بستعمل دايما للمكرونه البشاميل او الرقاق ملح، فلفل اسمر، قرفه، جوز الطيب، ما بحطش توابل اكتر من كده. هنقلب طبعا التوابل في اللحمه بالشكل ده كده، وهنسيبها على النار 5 دقايق. كده خلاص هي نشفت من كل المية اللي كانت جواها والسوائل اللي كانت جواها، وشلناها ركناها بعيد. هنبتدي بقى نعمل ايه البشاميل. البشاميل انا هنا حطيت المادة الدهنية بتاعته سمنة وزيت. حطيت جزء من الزيت ونزلت عليهم بمعلقتين سمنة بالبلدي بالشكل ده. طبعا هنزل بقى هنا بالدقيق. انا عشان هستعمل كيلو ونص دقيق حطيت حوالي 7 معالق دقيق كبار بالشكل ده كده. طبعا ايدينا في الدقيق على طول عشان ما يتحرقش مننا وياخد لون بسرعة وما يكونش لسه استوى، ونوطي عليه النار عشان ياخد راحته في السوا. وايدينا فيه باستمرار عشان ما يلونش من الجناب، وتحت يكون زي ما هو لسه ما استويش. كده خلاص هو خد معايا اللون الذهبي اللي انا عايزاه، مش الذهبي الغامق، الذهبي الفاتح زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل عليه هنا باللبن. انا اللبن هنا كان معايا ساقع مش سخن. تمام. يعني انا طلعته من الفريزر فك واستعملته على طول. هنا كده نزلت باللبن، وطبعا ايدي فيها المضرب وعلى طول بقلب عشان ما يكتلش مننا او يعمل كتل في الارضية بالشكل ده كده. وايدي فيه ما بسيبهوش خالص من على النار عشان ولا يكلكع مننا ولا يعمل اي كتل في الارضية بتاعة الحلة. هنا خلاص بدأ ان هو يتقل شوية. هو لسه كده مستواش بس بدأ يدخل ان هو يغلي. انا هنا هوريكم القوام بتاعه بدأ يتقل اهو.
انا برضو مش عايزاه يكون تقيل قوي، علشان البشاميل اما بيقعد بيتقل من نفسه، يعني اما البشاميل اللي بيبرد بيتقل من نفسه. فانا حابه يكون سمك وسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. كده خلاص كان استوى، تقل الى حد ما شويه. تمام. هسيبه بقى على جنب، وهبتدي ان انا اكون سلقت المكرونه. هنا خلاص البشاميل اللي سبته لما برد خالص، ما استعملتوش وهو سخن، عشان انا هحط عليه بيضه. البيضه بتديله طعم مختلف تماما يا جماعه. هنا حطيت التوابل بتاعتي: ملح وفلفل اسمر وقرفه وجوز الطيب. جوز الطيب والقرفه بيفرقوا كتير في طعم البشاميل. طبعا هنقلبهم بقى مع البيضه بالشكل ده كده. اتاكد ان اللي انا البيضه دوبتها خالص في البشاميل. وهبتدي بقى احضر المكونات بتاعتي اللي انا هحطها في صينيه المكرونه. هنا جبت اللحمه اللي انا كنت عملتها عصجتها، والمكرونه كنت سلقتها. هفضيها في طبق تاني علشان هنزل عليها بالبشاميل. هنا حطيت لها ملح، وهحط فلفل اسمر. طبعا مش هنكتر الفلفل الاسمر، لان احنا حاطين في البشاميل وفي اللحمه المفرومه. هنبتدي ننزل بالبشاميل على المكرونه. هنقلبها كويس جدا عشان ندخل البشاميل في كل المكرونه. احنا عايزين المكرونه دي تنفجر من البشاميل اللي داخل جواها. كده خلاص بقت جاهزه. هجيب الصينيه اللي هتدخل الفرن، هنزل بنص المكرونه. انا ما بحبش المكرونه تكون سميكه، بحبها يكون سمكها وسط، مش تخينه قوي. وهنزل عليها بعد كده بحبه بشاميل. احنا قلنا عايزين المكرونه تنفجر من البشاميل. حطي بشاميل، ما تستخسريش، كتري ولاش تستخسري. انزل بقى باللحمه المفرومه، افردها بالصينيه بالشكل ده كده. هي عامه مش هتاخد اللحمه المفرومه كلها، لان هي كانت كتير عليها. في الوقت ده بقى طبعا انا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه جدا، عشان لما اجي ادخل الصينيه ما تغيبش في الفرن بتاعنا. وهنسويها طبعا على الرف اللي في النص لغايه ما تاخد لون ذهبي من الجناب. هنبتدي نقيد عليها الشوايه. كده خلاص انا فردت اللحمه. هنزل عليها بالمكرونه، وهفردها بالشكل ده كده. وهبتدي بقى اغطيها بطبقه البشاميل الباقيه. هتاخد طبقه بشاميل كتير جدا من فوق الوش. نغطي كل حته في المكرونه عشان ما تبقاش المكرونه ناشفه مننا. بالشكل ده كده. كده خلاص هي الصينيه بقت جاهزه ان هي خلاص تدخل الفرن. تمام. هدخلها الفرن، وهتاخد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع في قلب الفرن.
هي كده بقى طلعت وكانت سخنة مولعة، كانت لسه طالعة حالا من الفرن. انا قطعتها وهي سخنة عشان اوريكم الكريمة كانت جواها شكلها عامل ازاي، سايحة وكانت دايبة دوب. شايفين الدخان عامل ازاي؟ عشان بس تصدقوا ان هي لسه طالعة من الفرن. كانت طعمها خطير والله العظيم، كان طعمها تحفة. يا رب تجربوا وصفتي وتعجبكم وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.